بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى يا جماعة فطيرة السلطان على حق، جميلة وغدا عشا. احنا اصلا اتغدينا بيها، هي شبه البيتزا. واولا جمعة مباركة عليكم حبايبي، وتعالوا نشوف عملنا الفطيرة الجميلة اللذيذة دي ازاي. بسم الله ما شاء الله، طالعة قطنية وجميلة. انا معايا ايه؟ معلقة سمنة، عايزة تحطي زيت حطي، ومعايا بصلاية كبيرة مبشورة او بصلتين وسط. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا زعلانة جدا يا جماعة، القناة يعني بترجع لورا، أنا مش عارفة في إيه، مش عارفة عشان مش بنزل فيديوهات كتير. طب ما أنا مش بنزل فيديوهات كتير لأن مفيش مشاهدة. طيب يعني إيه؟ يعني تشجع إزاي؟ ينفع يعني؟ هندبل البصلاية كده، ودي صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة. يعني عندك صدر فرخة كده، صدرين، زي ما انت عايزة. انا اصلا عملت صينيتين بس صورت معاكم صينية واحدة بس، لان طبعا مش هتكفي صينيتين. قصدي مش هتكفي صينية واحدة، لاني ممالك كانت عندي وجوزها. الف انا وشفا اليوم يا رب. هما بيحبوا الاكل ده زيي. بس ودي التوابل: بهارات فراخ، بابريكا، ملح، فلفل اسود. وهتحطيها كده على ايه؟ على الفراخ والبصل لحد ما تتشوح وتستوي معاكي، تتدبل. بس كل حاجة تتدبل كده حبة حبة زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي فلفل الوان يا جماعة، الفلفل ده انا مفرزاه، والله العظيم مفرزاه من ساعة ما كان الفلفل في الصيف، في عز الصيف الحر، كان ب5 جنيه عندنا السويس. رحت فرزت بصراحة يعني، ويا ريتني كنت جبت كمية. انا جبت حاجة صغيرة كده. خلصنا من الحشوة، تعالوا بقى نعمل الفطيرة. معايا نص يعني معلقة، يعني نص الباكو بتاع صلى على النبي، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الخميرة الفورية. ومعايا نص كوباية مية سخنة، يعني مية دافية يعني، ومعلقة سكر عشان تفور معاكي كده. وده لبن بودر. ودي كوباية زبادي عشان الفطيرة تبقى حلوة وطعمها جميل وطرية وهشة. امشي على الخطوات اللي انا بقولك عليها دي. وانا عاملة 4 كوبايات دقيق معايا، وكل واحد تبع يعني هي خدت ال4 كوبايات كلهم. 4 كوبايات دي يعني نص كيلو إلا حاجة بسيطة اهو. أنا معايراهم معاكم 4 كوبايات عشان محللاهم في الطبق اللي في البولة التانية. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بص البياعين ليل ونهار. بس هنحط الدقيق بتاعك بالتدريج. يبقى معايا أنا معلقة كبيرة خميرة فورية، بس مش عارفة أتعامل في اسمه ايه ده، وخلعته مش عارفة أتعامل. مش عارفة، مش عارفة أحس العجينة في إيدي عاملة ازاي. ومعايا نص كوباية زيت. بصوا بحط الزيت، بحط الدقيق بتاعك تحطيه بالتدريج، عشان كل دقيق غير التاني، لحد ما العجينة تنعم معاكي. هي خدت معايا ال4 كوبايات دقيق. هي الفطيرة دي. يبقى حطينا حبة مية دافية على معلقة سكر على معلقة خميرة فورية، وتقلبيهم وتسيبيهم كده 5 دقايق. وبعد كده تبدأي عجن بقى، وكوباية زبادي وتعجني، ومعلقة لبن بودرة لو أمكن عندك. يعني مش أمكن خلاص اكتفي بالزبادي، بس أهم حاجة الزبادي. حطيت بقيت نص كوباية زيت، حطيت بقيتها. وهتعملي بقى في العجينة بتاعتك كده ومش عارفة اتمكن فيها برضو في البولة لأنها ضيقة، لو انه يعني مش كتيرة ولا حاجة، بس هي لازم يعني تتعجن كويس. كل ما تعجنيها كل ما تنعم معاكي. بس حطيتها بقى على الرخامة، وباين على الترابيزة. المهم ان انا مش عارفة اعجن من مالك. ربنا يا رب يهديه، يهديك يا مالك. هو بص عمال احوش ايديه، عمال يحط بصوا عمال يمسكني من ايديا اهو، عمال احوش ايده ويحط ايديه. خلصت بقى واسيبها مش تخمر، لا 10 دقايق بس. هبصوا مش بقولكوا العجينة عاملة ازاي. سبتها 10 دقايق بس، ما خمرتش. 10 دقايق عشان ترتاح وتعرفي تفرديها. وهتقسميها نصين، وهتفردي على قد الصينية اللي انت عايزة تعملي الصينية مدورة مربعة. انا عملتها في الصينية اللي هي اللي عاملة زي الصاج دي.
اللي هي الصينية الألمونيا اللي عاملة زي الساج المربعة تشوفيها معاكي دلوقتي، أنا عملتها عليها يعني فيها. أنا بحب الصينية دي، جميلة كده ومريحة. بس هتفردي كده، شايفين يعني ولا تخينة ولا رفيعة خالص، حلوة نص سنتي كده يعني. معلقة زيت كده وهتعمليها، وهتحطي وهتحطي العجينة اللي انت الفطيرة اللي انت عملتيها دي اهي، بكل سهولة ما شاء الله. وتحطيها كده وهتساوي معاكي ايه في الصينية بتاعتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى على سيدنا محمد النهاردة كتير، واقروا سورة الكهف تغفر لنا من جمعة للجمعة. ربنا يغفر لنا ويرحمنا برحمته يا رب وارحم الراحمين، ويرفع عنا البلاء والوباء، ويرفع عن أهل غزة يا رب، ويرفع عن أهل فلسطين اللي هم فيه يا رب. ادعوا لهم النهاردة الجمعة يا جماعة، ادعوا لهم يعفوا ربنا ويرفع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي الحشوة بتاعتي بقى ايه، حطيتها كده. انا عملت صينيتين زي ما قلت لكم، فانا حطيت يعني نص الحشوة اللي معايا يعني. الصينية الواحدة مش هتكفي يعني، لما يكون ممكن نفرين يعني، كده 3 بالكتير. لا حول ولا قوة. ودي حبة جبنة كده ايه، ميكس شيدر على اللي هي بتمط اسمها ايه مالك مش هنا نزل قلت لكم موزاريلا حاجة زي كده يعني، انتوا عارفين يعني، انتوا عارفين الجبنة اللي بتمط. حتى بص عاملة ازاي، مش عارفة هي ماسكة ببعضيها، طالعة من الفريزر ماسكة ببعضيها ليه. حطيت حبة بس كده ايه جبن، وهفرد بقية العجينة عشان نغطي ايه ان نقفل الفطيرة بتاعتنا. والله العظيم بجد طلعت جميلة وتحفة. لو عندك يعني حتة فراخ كده، صدر فرخة صغنن وتقطعيه، وعايزة تعملي كده أكل سريع، هتعملي الموضوع ده، تعملي الفطيرة الجميلة دي تحفة. حاجات في البيت يعني، إن شاء الله كده تلاقي حاجات في البيت عندك. لو بتجيبي فرخة كبيرة ممكن تحوشي الصدر بتاعها، تعمليه بانيه، تعمليه حاجة زي كده، تعمليه شاورما، وتعملي الوراك وبقية الفرخة كده تعملي عليها أكل تاني لو انت عايزة، لو انت أسرة صغيرة يعني. أنا بعمل كده عن نفسي يعني، فانتوا حرين براحتكم، كل بيت وكل أسرة وليها عاداتها وتقاليدها. بس أنا فردت اهو نص العجينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس وهحط بقى ايه هقفل الفطيرة بتاعتي. بصي هتقفلي الفطيرة بقى ايه، تلميها كلها في قلب بعضيها. بصوا هتجيبي اللي تحت كده، هتجيبي اللي فوق كده يعني، تدخليها في قلب بعضها. بس حتى اتقطعت انا بلمها عادي، مش مشاكل يعني. بس لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد يا جماعة، طول ما انتوا قاعدين يوم الجمعة صلوا على سيدنا محمد. تعرفوا ان اللي يصلي على سيدنا محمد 1000 مرة في اليوم يشوف مقعده في الجنة قبل ما يموت وهو بيحتضر. والله العظيم احنا ما عايزين حاجة من الدنيا غير ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويسامحنا. بس وتبدأي بقى تسيبيها 5 دقايق كده، وتروحي فاردة بيها الصينية كلها عشان تسويها كده ويبقى شكلها حلو. وبعد كده بإيدك كده مش بالسكينة، أنا ما عملتهاش بالسكينة، لما تعمل بالسكينة بقطعها بالسكينة لما تستوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده لبن، حطيت دهنت وشها لبن. أنا ما بحبش البيض واللبن، بحب أدهن بلبن فقط. عندي عقدة من اللبن عشان بخاف الحاجة تبقى زفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا فدانيها لبن، ادينيها لبن حلو يعني، حاجة كويسة كده، مش ما تخافيش. بقية الجبنة اسمها ايه اللي بتمط، الموزاريلا. ايوه بقية الجبنة اللي بتمط هتحطيها كده في الفراغات اللي انا عملتها دي. بس هي ما كانش عندي غير هي الجبنة دي، كانت عايزة جبنة اكتر. بس الحمد ورضا يعني، الحمد لله عشان الدنيا غلا، نلم نفسنا نلم انفسنا الدنيا غلاء.
وأحلى ناس في الدنيا، وجمعة مباركة عليكم، ورشيت عليها حبة البركة، ولو عندك كمان مع حبة البركة سمسم تبقى جميلة جدا، وكانت جميلة بجد. بس حطيتها في الفرن خدت تلت ساعة، وأول ما تحمر معاكي تطلعيها. مش عارفة، إبراهيم ورايا في كل مكان. هي طلعت ما شاء الله جميلة جدا. هتغطيها وهي سخنة، تغطيها 5 دقايق كده و10 دقايق كده بالفوطة بتاعتك النظيفة عشان تبقى طرية معاكي، وهي ما شاء الله. وأقولك احطها بعد كده بقى تحشي بقى وتقطعي وتاكلي. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر بجد. طلعت تحفة والله العظيم. جربي لو عندك صدر فرخة صغير كده ربع كيلو، عندك صدر فرخة ربع كيلو، هتعملي بقى الفطيرة الجامدة دي وحبة جبن، وإن شاء الله ربنا يجعل في بيوتكم الخير يا رب. بص عاملة ازاي، هشة هشة بجد جميلة جدا. بص ما شاء الله، الجبنة مش بتمط أوي بس زي بعض. بس بوريكم، بص العجينة، بص الطراوة بتاعتها. ألف هنا اللي أكل عجبت الولاد، وألف هنا يا رب ليهم. بص ما شاء الله.